نهائي كأس الملك إسبانيا التي أسفرت عن مواجهة قوية بين برشلونة وفالنسيا. الفريق الكتالوني سيستضيف فالنسيا على أرضية الكامب نو في 31 من الشهر الحالي خلال مواجهة الذهاب، قبل أن يتحول مستايا في 7 من الشهر المقبل لخوض الإياب، فيما يستقبل ليغانيز فريق إشبيلية في مواجهة الذهاب من نصف النهائي الثاني. كان برشلونة قد أكمل بالأمس أضلاع المربع الذهبي للمسابقة بفوزه إيابا على ضيفه وجاره إسبانيول بثنائية في مباراة شهدت مشاركة الوافد الجديد البرازيلي فيليبي كوتينيو بعد تعافيه من الإصابة. قبل بداية المباراة بين برشلونة وإسبانيول كان لابد للفريق الكتالوني أن يقف وقفة عرفان للأرجنتيني خافير ماتشيرانو الذي ودع الفريق بعد سنوات في الكامب نو، والشكر هنا يكون ضروريا وبأكثر من لغة. بعدها بدأ برشلونة يفكر في كيفية تجاوز هدف الذهاب. فيدال الذي اختاره فالفيردي أساسيا قام بنصف العمل بعد أن أهدى تمريرة على المقاس للمهاجم لويس سواريز، والأوروغواياني يكمل النصف الآخر بهدف أول. مع ليونيل ميسي لا يجب ترك مساحات حتى ولو كانت صغيرة. ميسي ومن الزاوية التي يحب أضاف الهدف الثاني. ثنائية جوردي ألبا وميسي عادة لا تخطئ، لكن هذه المرة فشلت بعد أن أخطأ الأرجنتيني الشباك. خلال الشوط الثاني عاد برشلونة بثقة أكبر لإضافة أهداف أخرى. ميسي أراد هدفا ثالثا، لكن كرته هذه المرة لم تنجح في هز الشباك. المباراة شهدت دخول الوافد الجديد كوتينيو. الأرجنتيني ميسي كان قريبا من توقيع الهدف الثالث، لكن القائم كان له رأي آخر ليحقق برشلونة فوزا ضمن به مقعدا في المربع الذهبي.